السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وبألف خير وبصحة جيدة. مرحبا بالناس الجداد واكيد مرحبا بالناس القدام حتى هما، مرحبا بكم كاملين عندنا في قناتكم زهرة سهيل. وشكر خاص للناس اللي كيخليو لي تعاليق زوينه، شكرا لكم بزاف صراحة كتفرحوني. كما كتشوفوا اليوم نقدم معكم البقلاوة التركية اللي الصراحة كتجي في المذاق والشكل وبالتقرميشة كتجي رائعة صراحة، كتجي زوينه غير جربوها. نخليكم تشاهدوا معايا المقادير. كما كتشوفوا عندي هنايا 500 غرام من الفول السوداني او كاوكاو. الصراحه انا حاولت انني نبسط معاكم باش ديروها. درتها استعملتها غير بكاوكاو، الصراحه جات واعره، جات زعما زوينه، راه واخا نشكرها لكم، راه يعني اي حاجه قلتها راه قليله في حقها. كما كتشوفوا بالنسبه للكاوكاو فانا شديته وسلقته وقشرته درت له دهنته شويه بالزيت ودخلته الفران حتى خدا لي هذا اللون الذهبي واستعملته. وعندي كذلك ملعقه كبيره من القرفه وملعقه ونصف من الزبده، تكون بحراره المطبخ او ذوبوها. صراحه انا الزبده ما كثرتش، حاولت انني ما نكثرش لان الفول السوداني او كاوكاو يعني درنا ليه الزيت. وبالنسبه للسكر السنيده فانا ما درتش ليها لان كنرشها بالعسل كتشرب، يعني الا زدتوا لها شي حاجه، يعني زدتوا لها الحلاوه فغادي تجي حلوه بزاف. نطحنوا عفوا مزيان حتى كنتحصلوا على واحد الخليط يكون على شكل مرمل، يعني يكون ما يكونش معجون مزيان على هذا الشكل. وعندي كذلك نصف كأس من ماء زهر. كنخلطو كذلك مزيان حتى كتنسجم لينا ديك الزبده مع القرفه وما زهر. كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، فهي مازال كتشرب بالعسل، يعني راه كتجي معلكه، يعني واخا تشوفوها هكا راه مازال ملي كنعاود نرشها بداك العسل راه كتشرب. كتشوفوا كنعجنها كندلكها كنعاود نجمعها هكا بيدي مزيان باش كتطلق ديك، باش كيطلق داك كاوكاو او الفول السوداني كيطلق داك الزيت ديالو. وكنديرها في واحد البلاستيكه باش ما تنشفش. وعندي هنايا كما كتشوفوا ورق الفيلو كيتباع في المحلات الكبرى. بالنسبة للاستعمال ديال ورق الفينو الصراحة غير حاولوا معاه لأنه هو شوية كيكون حساس، دغيا كيتقطع غير بشوية، هو كيبغي الخاطر وكيبغي تخدمي غير بشوية على خاطرك باش ما كيتقطعش كما كتشوفوا على هذا الشكل. فأنا غادي كناخد الحبات اللي أنا غادي نستعمل، والباقي كنعاود نطويه وكنردوه على جانب حتى كنوصل عليه. كما كتشوفوا راه ضروري وحده كتكون بعدا شويه كتلصق ديك الفوقانيه، فصراحه انا طحت فيها الحمد لله ما عذبتنيش، يعني ما تلصقت لي ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا انا كنطويهم على هذا الشكل، كناخذ غير هذاك القياس اللي غادي نستعمل، من بعد اللي ما غنستعملوش يعني حتى ننتهي منه كنردو على جانب حتى كنوصل عليه وكنستعملو. كما كتشوفوا كطوهم غير بحال هذا الشكل، راهم كيما كتجبدوهم كيبقاو هما ما كيتهرسوا، ما كيطرا لهم حتى شي حاجه. كما قلت لكم باقي راه رديتو على جانب. كناخذوا الورقه ديالنا على هذا الشكل وكندهنوها بالزبده اللي تكون مذوبه. كنديروا غير واحد دهنه خفاف، يعني ما كنعمروهاش بزاف لان باقي كندهنوها قبل ما ندخلوها للفرن، باقي كندهنوها يعني وكتزيد تشرب لينا. كما كتشوفوا انا كندهنها غير بشويه. وكناخذوا واحد العود كما كان عندكم. انا صراحه خديت داك الاعواد ديال الشوا ودرتهم في بابي سولوفان او ورق ديال الطبخ وكتلويهم مزيان، وكنديروا غير كيعاونونا باش كنشدوا ديك الورقه ديالنا باش كتجينا سهله في الطويه. كما كتشوفوا فانا كندير الحشوه ديالي على هذا الشكل. كما كتشوفوا انا درتها حتى في الجوانب وكنطويو على هذا الشكل. كتجينا الطويه صراحه سهله، غير ديروا هاد الطريقه راه ما غاديش زعما ما لقيتش صراحه فيها شي صعوبه اولا شدت لي الوقت بزاف، يعني خدمتها دغيا. كما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد كنردوها على جانب وكنجيب الطاوه اللي انا غادي نستخدم، ضروري حتى هي كندهنوها بالزبده باش ما كتلصقش لينا ديك المعسله ديالنا.
كيما كتشوفوا كنكمّش على هاد الشكل، كنشدها من الجنب ديالها كنزيّرها للوسط وراه ما كتقطّع، ما تخافوش عليها نهائيًا، ديروها غير بهاد الشكل اللي أنا كنوريكم، فراه ما غاديش تلقاو زعما شي صعوبة، كتشدوها من الجوانب وتزيّروا، وعاوتاني هكاك حتى كتستمر، كيما كتشوفوا أنا كندفعها من القدام وشوية من الوسط باش كنخرّج هداك العود على هاد الشكل. غادي نعاود معكم الشكل التاني، حتى هي كندهنوها بالزبدة وكنطويو على واحد الطوية خفيفة، وكنديرو الحشوة ديالنا على هاد الشكل، وكنبداو نطويو يعني غير بشوية باش ما تهرسش لينا الورقة، وكنجمعوا لها الجوانب ديالها حتى هي بحال هاد الشكل، يعني راه غير بلا ما تخافوا غير ديروها، ويعني راه ما كتهرس الورقة، ما كيطرى لها حتى شي حاجة. كيما كتشوفوا كنخرجوها على هاد الشكل غير بشويه، كنخرجوا داك العود باش ما تقطعش الورقه، وكنحطوا وحده على وحده، ونحاولوا اننا اي وحده حطيناها ندهنوها بالزبده باش كتخلينا حتى الجوانب ديك الزبده، وكتشرب يعني ديك الورقه كتشرب الزبده باش ملي كندخلوها الفرن ما كنلقاوش معاها شي صعوبه، دغيا كتحمر. كيما كتشوفوا فانا كندهنها حتى من الجوانب ديالها حتى كنستمر على هاد الطريقة حتى كنكون انتهيت من الورقات ديالنا كاملين، وكنقطعها على هاد الشكل. بالنسبة للتقطيع يعني على حسب الحجم ديال كل واحد اللي بغا، صراحة أنا درتهم متوسطين يعني ما كبار ما صغار، درتهم متوسطين، وكما قلت لكم يعني كل واحد كيدير على قد الحجم اللي بغا. كنقطعوهم ضروري تقطعوهم قبل ما تدخلوهم الفرن باش ملي كنجيو ندخلوهم الفرن ما كنلقاوش واحد الصعوبة. كما كتشوفوا فأنا دخلتهم للفران، درتهم على 180 درجة، ودرتهم يطيبوا من التحت، عاد درتهم يطيبوا من الفوق كما كتشوفوا على هذا الشكل. وانا غادي نرشهم بالعسل، صراحه انا درت لهم غير العسل يعني، ولا بغيتو دير لهم داك السيرو ديالهم فتاخذوا واحد الكاس ديال الماء وكاس ديال سكر سنيده وواحد نصف حامضه، غادي تخليهم حتى كيغليو مزيان حتى كيولي داك الخليط عاقد مزيان، عاد كترشوا بهم. فانا درت لهم غير العسل لان كانت عندي العسل، وخليتهم هكاك، رديتهم للفرن، بديت كنحركهم مزيان ورديتهم للفرن حتى تشربت ديك العسل ديالهم. فالصراحه راه جاو واعرين، غير جربوهم يعني على الضمانه ديالي. كما كتشوفوا فانا زينتهم على هذا الشكل. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، غير جربوهم ان شاء الله. كما قلت لكم ماشي ضروري انا نديرو بشي حاجه غاليه يعني اللوز او القرقاع او البيستاج، يعني غير بالفول السوداني او كاوكاو يمكن لك انك ديريهم. صراحه كيجيو رائعين في المذاق وفي الشكل، والتقرميشه كيجيو مقرمشين. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تجربوهم تخليو لي في كومونتير كيفاش جاكم. نهز معكم وحده باش تشوفوا، فهي كتجي يعني عامره، وكتجي يعني كما قلت لكم شاربه، يعني واخا ما درتش ليها انا في الاول سكر سنيده، فهي صراحه راه جات حلوه يعني، راه جات زوينه. حتى لهنا كنكون انتهيت معكم في الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.